سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم في مطبخ ام عبد الرحمن طليت عليكم طلة خفيفة، جبت لكم أكلة صيفية سهلة في التحضير، اقتصادية وكامل يحبوها. على بالي بلي رانا كامل يعني في فترة الاختبارات تاع ولادنا، يلا برك واش نديروا الغدا ونحطوا لهم ونلتاو معاهم في المراجعة. ربي يوفقهم كامل، خاصة أصحاب السانكيام والبيام والباك، ربي ينجحهم ويوفقهم ونشوفهم إن شاء الله كامل في الدرجات العليا إن شاء الله. قولوا آمين البنات. اللي حبت تجرب هذه التكتوكة ما عليها غير تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى ودير جام وتدخل معايا للكوزينة ونقولوا بسم الله. عندي كونتيتي من اللوبيا على حساب أفراد العائلة، ولا واش حبيتي ديري. المهم نحكموا اللوبيا تاعنا، نقيوها يعني كيما موالفين. حبيتو تقطعيها رقيقه قطعيها، حبيت تخليها كذا طويله كيما انايا خليها طويله وشليها وخليها تقطر، وروحي فوريها او طيبيها في الماء، غليها في الماء كيما حبيتي، ولكن من الاحسن تفوروها البنات بشويه ملح وشويه فلفل اسود. نجي نحكم الطنجره تاعي او المقله، واللوبيا راهي تفور، نحط فيها ملعقه كبيره تاع مارغرين او زبده وشويه تاع زيت الزيتون او زيت العادي، ملعقه او 2 ملاعق. نحطوا فيها بصله كامله نرابيوها او نقطعوها مربعات او نديرها في اللاشوار كيما انا درتها في اللاشوار البنات كيما شفتوا. نخليها تتقلى مليح حتى نذوب، ومن بعد نجيب عندي شويه البنات شويه سكالوب رحيتو لاشوار كيما شفتوا كيما رحيت البصله، زدت رحيت السكالوب تاعي. لاحظوا معايا راح نضيفه للبصله باش يزيد يتقلى مليح، نقعد نخلط فيه يعني نحرك فيه على نار قليله جدا، ومن بعد نوري لكم البنات واش درت. المهم حبيت نطرق لواحد الموضوع البنات تاع العطله على الابواب. بعد يعني ما يعقبوا السانكيام والبيام والباك راح تجي العطله بطبيعه الحال، العطله الصيفيه. العطله يا البنات ماشي معناها تتعطلي على كلش، العطله يعني لازم ديري روحك متسع من الوقت باش تستدركي واش ما قريتيش ولا واش ما درتيش ولا واش فاتك. المهم العطله ماشي معناها تتعطلي على كلش. مع ولادنا واش راح نديروا العطله البنات مع ولادنا؟ كاين اللي ما يفهموش بزاف مثلا اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه او الرياضيات او يعني اي ماده، نقدروا نديروا لهم ديكور او دورات في العطله، هكذا ما راهمش رايحين ينساو ويزيدوا ينشطوا الذاكره تاعهم ويزيدوا يفهموا مليح هذه المواد. ماشي العطله يعني تجيبي رقاد وتحواس لا لا، شوي هكا شوي هكا. لاحظوا معايا البنات بعد ما تقلى مليح الدجاج تاعي كنت كيما شفتوا قلبته غير بشوي، وضفت اللوبيا بعد ما فارت وطابت، درت لها شويه فلفل اسود وشويه ملح، ودرت لها نص حبه جامبو يا البنات للبنه فقط، ودرت ملعقه او نصف ملعقه كبيره تاع ثوم البنات. اللي عندها ثوم الغبره دير ثوم الغبره، واللي ما عندهاش دير كيما انايا. هذه ثوم مرحيه كانت في المجمد. نقعد نخلط فيها يا البنات بهذه الطريقه وعلى نار قليله جدا. اذا كانت اللوبيا تاعكم ناشفه يعني تقدروا تزيدوا لها ملعقه تاع زيت الزيتون، واللي دايره ريجيم وحابه تكون يعني وجبه صحيه تقدر دير لها زيت الزيتون، دير 3 ملاعق او 4 ملاعق زيت الزيتون من البدايه، وما ديرش المارغرين وما ديرش زيت المائده. لاحظوا معايا البنات هنا راهي تتقلى وراهي معسله بنينه بزاف البنات. ننصحكم بهذه الوصفه سهله في التحضير وبنينه وكامل رايحين ياكلوها. نولوا للموضوع تاعنا يا البنات. كما قلت لكم تقدروا ديروا لهم دورات في اللغات، تقدروا ديروا لهم مثلا السباحه، رياضه، حفظ القران. هذه فرصه كبيره بالنسبه اللي ما حفظوش القران ويحوسوا يعني مثلا يختموا كتاب الله. العطله راهي فرصه كبيره تقدروا تحفظوا فيها. بالنسبه للبنات اللي يحبوا يتعلموا الطبخ والحلويات ايضا هذه فرصه، لازم يديروا بروغرام، خاصه المقبلات على الزواج لازم يتعلموا يسيوا حوايج كما نقولوا العام كامل هما يقراو قرايه. كتجي العطله ما يلقاو حتى سبعه، يقدروا يجربوا وصفات، هذه نجحت هذه ما نجحتش، ومن الاخر ان شاء الله ينجحوا فيهم كامل. المهم هاي الوجبه تاعنا راهي واجده، انا حطيت لكم هنا في صحن تقديم،
وقليت شويه فريته البنات ضفتها لهم ودرت لهم شويه سلطه شويه شليطه. المهم الجود بالموجود. نتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق في الدراسه تاعكم. هي البنات زينتها بشويه طماطم. تقدروا طيبوا صوص طوماط وتفرغوه على البطاطا، ولكن انا ما كانش عندي الوقت، حبيت فقط نزين من الفوق ودرت عليها رشه معدنوس وشهيه طيبه للجميع. اذا لحقتوا لهذه المرحله وعجبتكم الوصفه ديروا لي جيم، بارطاج بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. أكلة صيفيه بامتياز، بنينه بزاف وكامل يحبوها. لاحظوا معايا البنات، والله بنينه بزاف البنات. نتمنى فقط تجربوها، اكيد رايحين تكتشفوها. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.